هل فعلا اعتزل الرئيس سعد الحريري السياسة وبدأ العمل ببيع البياضات في سوق بربور؟ أنا مش الشيخ سعد الحريري، أنا شبيه الشيخ سعد الحريري وحفرجيكم دليل. اسمي فؤاد بلاق، شبيه الشيخ سعد الحريري. في بربور فؤاد أشهر من أن يعرف، كل ما عليك فعله لتصل إلى متجره هو السؤال عن شبيه الرئيس سعد الحريري. في ناس مرات بتجوا بيصوروا معي حتى بالمحل هون بالشغل، في ناس تيجي توقف مثلا انه ما بدها تشتري بس لتيجي تضل تتفرج عليه، صرت انا بعرف العالم يعني بعرف نظراتها انه جاي بس مشان تشوفني. فؤاد أو الشيخ سعد لا يخفي فرحه بهذا الشبه، لكنه في الوقت نفسه لا يخفي أيضا خوفه منه، فكما يتلقى إعجابا من مؤيدي الحريري يتلقى استهجانا من معارضيه. اطراف الضاحيه تقريبا هذيك المنطقه، هيك صار معي شيء اشكال صغير، بس دغري تخطيت الموضوع وكفيت يعني عادي مشيت. فمن وقتها اجمالا ما عاد فتت يعني بمناطق معينه خوفة ما انه حتى يتعرض لي صراحه يعني. كنت اخذ بنتي الصغيره ماري، قلت بمرق على الضريح بقرا له فاتحه للشيخ رفيق الله يرحمه. مصادف كان في وفد يمكن بتصور يا اردني يا عماني، بعدني فايت في اللي بيوقفوا برا الحرس، انا وماشي الله معه المعلم دغري هيك طنت بدينتي، ضليت مكفى جوا، فتت عم بقرا الفاتحه انا على الضريح. واقفين الوفد، اول وهله مش اول وهله دغري شفتهم ما لقيت عم طلع هيك، قلت العالم عم بتصور بالكاميرا بالتليفونات. وإلى أن يعود الأصيل سيظل البديل هو الشيخ سعد بنظر كل من يلتقي فؤاد.